حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين، سنة جديدة بتهل علينا، ويا رب السنة الجديدة تكون جايبالنا معاها كل الخير وكل العوض عن أي حاجة عانينا منها السنة اللي فاتت. ولا إله إلا الله، لا يسوق الخير إلا الله، ولا إله إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله. وبمناسبة السنة الجديدة قلت أعمل معاكم وصفة جديدة، وصفة تفرح قلبنا وتحسسنا بطعم السعادة. هعمل معاكم تورتاية بطريقة جديدة وبشكل جديد وبحشوة كمان جديدة. التورتاية دي مش قادرة أقولك، كل اللي دقها انبهر من جمالها وجمال شكلها، وانتي كمان هتقدري تعمليها بكل سهولة، ومع كل قطعة بتقدميها وكل حتة بتدوقيها مش هتقدري غير تقولي الله 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 يا سلام. طب ما يلا نصلي على الرسول وندخل على المطبخ عشان نلحق نعمل التورتاية بتاعتنا بسرعة على طول. واول حاجه هنعملها الكيكه بتاعه التورت. الكيكايه المره دي هنعملها بطريقه جديده، هفصل الصفار عن البياض. يعني انت ممكن تعمليها بالبيضه كامله، لكن انا نفسي اعرف ايه الفرق في النتيجه لما افصل الصفار عن البياض. معايا 4 صفار بيضه، فصلت البياض عنهم، ويا ريت تكوني حريصه ان البياض ما ينزلش فيه ولا نقطه من الصفار عشان لما تيجي تضربيه يربط معاكي كويس. 4 صفار بيضة بدرجة حرارة الغرفة نزلت عليهم بمعلقة سكر كبيرة حوالي 25 جرام. هضربهم كويس، وفي الوقت ده أنا بسخن ربع كوباية زيت وربع كوباية زبدة لدرجة يعني إن هم يكونوا سخنين شوية. بعد ما ضربت السكر مع صفار البيض هبتدي انزل بخليط الزبدة والزيت السخن شوية شوية عشان ما سويش البيض. انزلي شوية شوية مع ضرب المستمر بالمضرب السلك. انت هنا مش محتاجة المضرب الكهرباء بالشكل ده. ومعايا بقى 70 جرام دقيق، عليهم تلت معلقة بيكنج باودر. ال70 جرام دول تقريبا 4 معالق مليانين دقيق. انزلي بقى بالدقيق على البيض والزبدة والزيت اللي كانوا سخنين، وقلبي كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي تماما بالشكل ده. كل ده بالمضرب السلك بس. وبعد ما ضربت صفار البيض معايا هنا 4 بياض بيض، هنزل عليهم بذرة ملح، وهنزل عليهم ب70 جرام سكر شوية شوية. 70 جرام دول يعني حوالي 4 معالق كبار سكر. انزلي شوية شوية بالسكر مع استمرار الضرب لحد ما بياض البيض يتقل بالشكل ده ويعمل لي المنقار. ولو قلبتي الطبق كده هتلاقيه ما بينزلش. خدي بقى البياض اللي انت ضربتيه بالمعلقة وانزلي بيه شوية شوية على صفار البيض والدقيق شوية شوية لحد ما يختلط البياض تماما مع الصفار وكله يبقى خليط واحد. شوية شوية قلبي برفق علشان ما تضيعيش الضرب اللي احنا ضربناه في بياض البيض. وكده كله اختلط. هنا بقى معايا صينية 30 في 40 حاطة فيها ورقة زبدة، مسحاها بحتة زبدة ورشاها بالدقيق. انزلي بالخليط بتاعك في الصينية وافرديه بالاسباتيولا. خليكي حريصة انه كله يبقى سمك واحد. وزعي الخليط في الصينية كويس جدا. في الوقت ده انا مولعة الفرن على درجة حرارة 180. هدخل الصاج ده الفرن مش هياخد اكتر من 13 دقيقة، واظبطي الساعة بتاعتك. هخبطه كده كام خبطة وادخله الفرن، وقلتلك خدي بالك مش اكتر من 13-14 دقيقة. وعلى ما الكيكة تستوي تعالوا نعمل الشربات اللي هسقي بيه الكيكة. معايا كوباية مية على كوباية الا ربع سكر، هديهم تقليبة وعصرة ليمون وارفعهم على النار ياخدوا غلوة وهطفي على طول. ومن غير ما نضيع وقت هنشتغل في الكاستر على طول اللي هنحشي بيه الكيكة. معايا كوباية الا ربع لبن هرفعها على النار تغلي، وفي الوقت ده بحضر خليط الكاستر. معايا 3 صفار بيضة. البياض بتاع ال3 دول هحطهم في كيس واكتب عليهم بياض بيض واحطهم في الفريزر استخدمهم في وقت تاني. هنزل عليهم بمعلقتين كبار سكر ومعلقة كبيرة نشا وشوية فانيليا. هقلب خليط الصفار مع السكر والنشا مع الفانيليا لحد ما اللبن يغلي. وادي اللبن كمان غلي. هاخد الخليط ده على طول وهنزل بخليط البيض عليه شوية شوية مع التقليب المستمر علشان البيض ما يستويش. وشايفين القوام بتاعه جميل ازاي؟ اول ما الاقيه كده يبتدي يعمل فقاقيع هرفعه من على النار واصبه في طبق علشان يبرد. شايفين القوام جميل ازاي؟ ناعم وسلس مفيهوش اي كلاكيع بالشكل ده. هاخد بقى خليط الكاستر ده وافضيه في طبق
علشان عايزاه يبرد، وكمان هغطيه بكيس تلاجة علشان ما يعمليش وش، وهسيبه لما يبرد تماما. بأي كيس تلاجة كده غطيه علشان وشه ما ينشفش ويعمل لي وش. وبسم الله ما شاء الله، ادي الكيكايه خدت بالظبط معايا 13 دقيقه، لونها جميل. هخلصها كده من الصاج، انا حاطه ورقه زبده، هقلبها من الصاج كده على طول، وارجع اقلبها على وشها واركنها على جنب لحد ما تبرد، واخلص كل مكونات الكيكه بتاعتنا. شايفين اللون ذهبي فاتح، مستويه ومية مية. اخر حاجة هنعملها الجناش اللي هنحشي بيه التورتاية. معايا حوالي 150 جرام شوكولاتة، هنزل عليهم ب 150 جرام كريمة تكون سخنة بتغلي، ولو ما عندكيش كريمة ممكن تحطي شوية لبن وحتة زبدة. هسيبهم شوية كده، مش هقلبهم، وبعد دقيقتين 3 هقلب، هلاقي بقى الشوكولاتة ساحت من سخونية الكريمة اللي كانت بتغلي، وشوية شوية بتاخد اللون الجميل اللي بيلمع ده. واول ما اتاكد ان كل الشوكولاته ساحت، هدخلها التلاجة واسيبها تبرد شويه. نجيب بقى الكاستر وهنزل فيه في الطبق، وهنزل على الكاستر ده اضربه بحوالي 100 جرام، يعني نص كوبايه زبده. هضرب الزبده مع الكاستر اللي انا عملته كويس جدا لحد ما ينعم ويبقى قوامه كريمي بالشكل ده. شايفين؟ يبقى انا جبت الكاستر اللي انا عملته، حطيت عليه حوالي نص كوبايه زبده طريه وضربتهم بالشكل ده. هاخدهم على طول واعبيهم في كيس حلواني علشان اعرف استخدمه في حشو التورتايه بتاعتنا. هنجيب الكيكه بتاعتنا بقى بعد ما بردت تماما، ونشيل ورقه الزبده اللي كانت تحتيها بالشكل ده، وهبتدي اتخلص بقى من كل الحواف الناشفه دي. هخليها كده مستطيل كل أبعاده منتظمة. بعد كده هقسم المستطيل ده بالطول ل5 شرايح، كل حتة تقريبا من 5 ل6 سنتي حسب ما تيجي معاكي. أنا عايزة 5 قطع بالطول. وبعد كده هبتدي أسقسق كل الكيكاية دي بالشربات الخفيف اللي احنا عملناه اللي سيبناه برد. سقسقي كده واسقي الكيكاية بالشربات علشان تبقى طرية وتتلف معاكي بسهولة. بعد كده هجيب الجناش اللي احنا عملناه، هاخد التلتين بتوعه وانزل بيهم على الكيكايه اللي احنا مقطعينها مستطيلات بالطول. حطي تلتين الخليط تقريبا ووزعيه بالشكل ده، ما تسيبيش حته مش واخده نصيبها من الجناش. وهاتي بقى الكاستر اللي احنا عبيناه في كيس الحلواني، وهبتدي انزل عليه على الجناش بالشكل ده بكيس الحلواني. وبعد ما نزلت كل الكمية بالسباتيولا بتاعتي، هبتدي أوزع كل الكاستر على الكيكاية وعلى الجناش اللي أنا كنت فرشاه الأول. شايفين؟ هبتدي بقى آخد قطعة من اللي أنا قطعتها، وهبتدي ألفها كأني بعمل كده سويس رول. شايفين بالمنظر ده؟ وهجيب الطبق بقى اللي أنا هقدم فيه وأحط القطعة دي في النص بالشكل ده. كمان مرة هاخد كل شريحة من الشرايح دي، وشايفين عند نهاية اللفة الأولى هبتدي ألف. خدي كده تابعي معايا وخدي بالك. بصوا أنا كده لفيت أهو الشريط التاني، هاخد الشريط التالت، ومن عند النهاية اللي أنا وقفت عندها هبتدي ألف من جديد. بظبط كده الشكل الدائري، وهاخد واحدة تانية. شايفين من عند نهاية القطعة اللي قبليها هبتدي أكمل لف بالشكل ده، واضغطي كده عشان القطعة كلها تلزق في بعض. كمان مرة عشان تاخدي بالك. شايفين ادي النهاية، ابتديت من عندها ولزقت القطعة الأخيرة ولفتها عليها. اضغطي كده بقى على كل القطع، اديها الشكل الدائري كده المنتظم بالشكل ده. هجيب بقى الاسباتيولا بتاعتي وبخفة كده وبالراحة هبتدي ألم أي كريمة باظت أو طلعت من وأنا بلف بالشكل ده. عايزة الدواير دي واللفات دي تبان في الكيكاية بتاعتي عشان تديني شكل فعلا الحلقات بتاعت جذع الشجر. بقية الجناش بقى هضربه ضربة خفيفة كده بالمضرب، مش هضرب كتير، وهبتدي احبيه برضو في كيس حلواني وانزل بيه على جناب الكيكة اللي لفيناها بالشكل الجميل ده. دي بقى اللي هتديني شكل جذع الشجرة من بره. هنزل كده بكل الجناش اللي كان فاضل، وهبتدي اوزعه بالاسباتيولا كده. عايزة كله كده واخد جناش بنفس السمك
مش لازم قوي شكل منتظم لان احنا لسه هنخربشه بالشوكة. كان لسه فاضل عندي شوية جناش قلت اكملهم، خسارة دي كريمة وشوكولاتة. وبعد كده مديت كده اي شكل عشوائي بالشكل ده وتأكدت ان كله اتملى. هجيب شوكة وابتدي بيها اعمل تعريجات كده بيها، خربشة كده على الجناش ده علشان يديني شكل جذع الشجرة اللي بنشوفه الحقيقي بالشكل ده. هبتدي انضف الطبق ونجمل بقى الكيكاية بتاعتنا. مش محتاجة اكتر من اي فاكهة عندك، لو عندك فراولة او عندك بلوبيري، عندك اي حاجة جمليها بالشكل الروعة ده. شوفي كده بذمتك مش ده جذع شجرة؟ ونفس الحلقات بتاعة الشجرة، وكمان الجناش اللي خربشناه بالشوكة اداني شكل متكامل لجذع شجرة، وكمان جملناه بالشكل الجميل ده ورشينا كده عليه من فوق شوية سكر عشان يديني احساس التلج كده اللي بيتساقط. وتعالوا بقى نقطع وندوق ونتفرج على جمال التورته الجميلة الشكل وجميلة الطعم دي. الله 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 يا سلام. ولما تيجي تدوقيها هتحسي انك ما كلتيش تورته قبليها، القطعة ناعمة وهشة وبتدوب في بقك دوب. ودي كانت وصفتنا النهاردة. كل سنة وانتوا طيبين، اتمنى انها تعجبكم. ولو عجبتكم وصفتنا ما تنسوش تدعموني سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في المطبخ.